السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة، وهنعمل النهاردة بإذن الله صينية بطاطس بالفراخ. زي ما انتوا شايفين كده، انا بدأت ان انا اسلق الفراخ عادي خالص زي ما كلنا بنسلق الفراخ، كل واحد طبعا على حسب ما هو متعود. يعني انا بحط حبيتين مستكة وحبهان، ولو عندي ورق لوري، وبشوحهم بالشكل ده كده، وبروح نازلة ببصلاية، وبعدين بكون غاسله الفراخ بتاعتي كويس قوي وبنزل بيها بتستوي. ببتدي بقى ان انا احمرها او احطها في صينيه او اي حاجه انا عايزاها. هنعمل بقى صينيه البطاطس، عملناها قبل كده مع بعض وهنعملها النهارده كمان تاني بالفراخ. معايا بصلتين متوسطين بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقطعهم جوانح. طبعا في ناس بتقطع البصل بتاع الصينيه البطاطس ناعم. انا متعوده الصراحه من والدتي يعني ان احنا بنعمله كده، بنقطعه جوانح بالشكل ده. ومعايا معلقه من الثوم المفروم هنزل بيها كمان. وكمان هحط كمون وملح وفلفل وشويه شطه. ولو عندك كزبره ناشفه بحطها، بس الصراحه المره دي ما كانش عندي يعني، فاكتفيت بالبهارات اللي عندي ديت. وبحط شوية الزيت، بظبط الزيت كده بتاعي، وببتدي ان انا اقلب. طبعا يعني امهاتنا كانوا بيمسكوا بقى البصلة دي، عايزة اقول لكم ان كنا بنمسك البصلة دي بايدينا كده ونمرطها كده. بتطلع كل النكهات الحلوة اللي فيها، بس انا مرضتش اعمل كده، عملت بالمعلقة. والبطاطس بتاعتي مقطعاها ونقعها في مية، وهبتدي بقى ان انا انزل بيها كده. عايزه اقول لكم ان صينيه البطاطس دي كانت خطيره بجد والله، مش عشان انا اللي عاملاها، ان شاء الله تجربوها باذن الله وتعجبكم. كانت ريحتها قلب البيت كله. صينيه البطاطس بالفراخ دي كانت يعني من الطقوس بتاعه يوم الجمعه. كانت يعني بتبقى حلوه قوي. وكمان ساعات بعملها من غير ما تكون الفراخ مسلوقه، يعني بحط الفراخ تتطبخ كلها مع البطاطس من اولها لاخرها، بتبقى مديه للصينيه البطاطس طعم تحفه تحفه جدا. بقلب كده البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين مع البصله والبهارات والزيت، بديها تقليبه حلوه كده. ومعايا بقى دورق من الطماطم المعصوره بالشكل ده كده، هبتدي ان انا انزل بيه. طبعا الطماطم اللي بتبقى في الدورق مش بنسيبها زي ما احنا متفقين ومتعودين، فبنحط شوية مية كده ونجيب كل الطماطم اللي في الخلاط بتاعنا. وكده صينية البطاطس بتاعتي يعتبر بقت جاهزة. بس انا بحب اعمل الحركة دي. هي بقى اعمل الحركة اللي انت بتعمليها. بحب بكون ظابطة التوابل وكل حاجة، بس مش عارفة، هو انا اللي بحب احط رشة كده من البهارات على صينية البطاطس من فوق. وكمان بحط شوية من الزيت ورشة كمان من الملح، بحس كده ان التوابل نازلة لتحت، فلما بحط رشة التوابل من فوق بتظبط معايا الطعم. سبحان الله، يعني هو ده اعتقادي يعني. بتطلع تحفة جدا. وبكده صينيه البطاطس بتاعتنا بقت جاهزه تتحط على النار. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها بقى على النار لحد ما بدات تدخل في السوى. يعني هي هنا كانت يعني 3/4 سوا، كانت لسه السوا بتاعها مكملش. ففي الوقت ده بقى بنطلع الفراخ بتاعتنا من الشوربة، وببتدي ان انا انزل بالفراخ على صينية البطاطس، وبقعد اخد بقى من الصوص بتاع البطاطس وبحطه كده على وش الفراخ. ما شاء الله بيديني بقى لون حلو قوي للفراخ، وبتتحمر كده وبتبقى شاربة من طعم صينية البطاطس، وما شاء الله بتبقى خطيرة جدا. طبعا هسيبها تغلي كمان غلوة مع الفراخ، وهبتدي بقى ان انا ادخل بيها على الفرن بتاعي. يعني هي كده خلاص صينية البطاطس معانا دي جاهزة تخش الفرن. هنعمل بقى شوية رز كده ابيض جنب صينية البطاطس بالفراخ ديت، وكده تبقى الاكلة بتاعتنا كملت. اهو نعمل رز عادي خالص بطريقة عادية خالص. بنحط الزيت اللي يتقدح دي عندنا في دمياط، يعني الزيت يسخن. وبعد كده ببتدي ان انا انزل بالرز بتاعي يكون مغسول ومتصفي كويس قوي، وبظبط الملح بتاعي. هنا ابني الصغير جه وهز الاستند، فمعلش اعذروني، سامحوني يعني.
وببتدي بقى ان انا اشوح الرز بتاعي مع الملح شويه كده في الزيت المقدوح ده، بيديني طعم مفلفل كده للرز، وبيبقى الرز طعمه جميل جدا. ببتدي برضو ان انا اظبط الميه بتاعته، يبقى كده الرز بتاعي جاهز معايا، اسيبه بقى يتشرب واوطي عليه النار. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ايه الجمال ده بجد بجد. الريحة في اللحظة دي اول ما طلعتها من الفرن كانت خطيرة جدا جدا، وكانت قلبة ريحة الشارع كله بصراحة. ف تجربوها ان شاء الله كده باذن الله بالطريقة بتاعتي دي، وان شاء الله انا واثقة ومتأكدة ان هي تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.